صحاب بيبدأ مسلسلنا في المستقبل، تحديدا سنة 2035، وبطلتنا لين وهي واقفة فوق ناطحة سحاب، الدموع محبوسة في عينيها وصرخت بوجع السنين كله: أنا بكرهك يا جوان شين، بكرهك لأنك عمرك ما فهمتي يعني إيه حب بجد. أنت فاكر إنك بتمتلكني مش بتحبني. ودعت الحياة بعد ما رمت نفسها من فوق ناطحة السحاب دي. وفجأة بنشوف جوان شين بيصحى وهو مفزوع، بيلاقي نفسه في الماضي، ده في الجسد عمه. حصل تناسخ أرواح، وهو دلوقتي رجع لسنة 2025، داخل غرفة هادية مليانة لوحات وتفاصيل قديمة. قاعد على كرسي المتحرك قدام لوحة مرسومة بالرصاص لحبيبته لين، عينه مليانة دموع وذكريات بتوجع. خد الدواء بتاعه وكان بيتأمل الرسومات دي، وصوته كان طالع مخنوق بالندم: عندك حق، في حياتي اللي فاتت أنا كنت السبب في ضياعك، كنت قاسي عليكي لحد ما خسرتك للأبد. أنا آسف يا حبيبتي، كان نفسي أقدر أقولك الكلمة دي وأنا شايف ضحكتك. ومسك الدبلة في إيده وبسها، وهو بيفتكر كل لحظة وجع عاشها بسبب بعدها عنه. حط الدبلة في صباعه كأنه بيجدد العهد، وكمل كلامه وهو بيبص للرسمة: ربنا حب يديني فرصة تانية، فرصة إني أصلح كل اللي كسرته، خلاني أرجع للحياة تاني، بس في جسم عمي، علشان أكون جنبك ومن غير ما تعرفي. ولمس اللوحة بتاعته بصباعه بكل رقة كأنه بيلمس وشها الحقيقي. المرة دي في العمر ده مش هسمح لأي حاجة في الدنيا دي تأذيكي، هحطك جوه عينيا وهفضل حميكي واقف جنبك لحد آخر نفس فيا. بينما في الناحية التانية لين صحت وهي بتعيط ومش فاهمة سبب دموعها أصلا. لفت وشها لقت الدكتور بيكشف على مامتها لأنها مريضة وحياتها صعبة جدا ولازم تعمل عملية وإلا هتموت، وطبعا لين فقيرة بتكح تراب، فلازم تلاقي حل وتجيب فلوس بأسرع وقت وإلا هتخسر مامتها. فوصلت لها مكالمة من جوان شين اللي هو نسخة بطلنا الشابة المتهورة من المستقبل. طلعت السطح ترد عليه وهي خايفة وواقفة في المطر، دموعها مغرقة وشها وهي ماسكة التليفون. وقال لها: انت فاكرة شوية الرسومات الهندسية دي هتجيبلك فلوس؟ تعالي النهاردة بالليل في اوتيل الكروان، غرفة 28/1، هستناكي تيجي تقعدي معايا، ومصاريف علاج والدتك كلها عليا. مش بس كده، انا هخليها تتعالج في احسن مستشفى في البلد. فكري كويس، الفرصة دي مش هتيجي غير مرة واحدة بس. ولين حزينة مضطرة، حياة مامتها في خطر. وفجأة سمعت صوت بيقول لها: ارفضي وانا هديكي كل الفلوس اللي انت عايزاها. لفت وشها لقت شين قاعد على كرسي المتحرك وتحت المطر وحواليه حراس كتير. وقفت قدامه وهي بتترعش من البرد والخوف كمان. طيب وإيه شرطك؟ كل يوم هتيجي بيتي ساعة واحدة تتعشى معايا، هو ده شرطي الوحيد. سكت لحظة وإدى الرسمة اللي رسمها جديد لواحد من رجالته، وقال لها: رقبتك توجعني لما بفضل رافع دماغي لفوق، فمش هعرف أبص في عينيكي وانتي واقفة كده. فلين نزلت على ركبتها قدامه علشان تكون في مستواه. عيونهم اتقابلت في لحظة صمت طويلة جدا. لاحظ إنها بردانة فإداها الغطا بتاعه علشان يدفيها، وكلم المساعد بتاعه وقال له: انقل والدة لين لغرفة العمليات بتاعتي فورا، وأي مصاريف أنا اللي هدفعها. وفي اليوم التاني جوه قصر جوان شين الفخم الكبير، الهدوء كان بيسيطر على المكان، والمساعد استقبل لين بصوت واطي جدا: أهلا يا أنسة لي، الباشا مستنيكي في المكتب بقاله فترة مش عارف ينام، ومعلش تعبناكي معانا وجبناكي لحد هنا، بس الباشا هو اللي عايزك. فلين قالت بينها وبين نفسها: الراجل اللي قاعد على الكرسي ده ملامحه هادية قوي، عكس اللي أنا كنت متخيلاه. أما نشوف آخرتها إيه معاه، يمكن تطلع ملامحه هادية بس هو شيطان. دخلت جوه المكتب الكبير، شين مديها ظهره، قاعد قدام كتب هندسية كتيرة جدا وهي تتأمل كل المشاريع والأشكال الهندسية والفراشات. قفل النوت بتاعه وبصلها بكل هدوء ورحب بيها في قصره ومكتبه. فسألته: هو انت كمان بتحب الهندسة والمعمار؟ في الأول ما كنتش بحبها، بس لما عرفت ان ده مجالك بدأت أقرأ عنها شوية. فاستغربت من كلامه وحاولت تكون هادية. لاحظ إنها بتتأمل تابلو في فراشة، فقال لها: الفراشة دي بتقدر تعدي كل الفصول وروحها قوية ما تستسلمش. خلينا ندخل في المهم. أنا طلعت أشوفك النهاردة لأني مش عايز أشوفك مكسورة ومذلولة قدام أي حد، مش عايز أشوف حد بيكسرك، مش عايز أشوف حد بيكسر لك جناحك، فالأحسن تكوني جنبي هنا. يلا بينا نتعشى. وخرجوا سوا، وشين راجل هادي وأسيم من كتر الأمان والسلام اللي في ملامحه، الفراشات بتقرب منه بدون خوف. فلين ابتسمت بسبب المنظر ده وقالت لنفسها: شكله هيطلع إنسان طيب فعلا،
ودخل غرفة الطعام والأكل اتحط قدامهم وهو كان بيشيل الشوك بين السمك. فقال لها كلي كويس علشان وراكي زيارة لمامتك في المستشفى مش كده؟ وهي ساكتة تماما. فقال لها طب قوليلي طعم السمك حلو ولا لأ؟ عجبك؟ بصراحة أنا ماليش في السمك قوي. عارف لأنك ما بتحبيش الشوك بتاعه. فاستغربت هو ازاي عارف عنها المعلومات دي؟ انت عارف منين؟ وما لحقتش ترد لأن جوان شين اللي هو بتاع سنة 2025 دخل عليهم. يعني بطلنا شين زي ما يكون قاعد قدام مراية دلوقتي وبيشوف شخصيته الحقيرة القديمة. بصوا هشرحها لكم، هات ورقة وقلم علشان ما حدش يتوه مني. شين اللي هو نموري الوسيم جسمه جسم العم هونان بس روحه روح شين، واللي هو نفسه شين الشاب ده بس نسخة الشاب ده في الماضي سنة 2025، بينما شين بطلنا شخصيته من المستقبل. تمام فهمتوا؟ وعلشان نعرف نفرق بينهم هنسمي النسخة الشابة مايك علشان ما نتلخبطش. فمايك دخل عليهم وهو متعصب، انتي بتعملي ايه هنا؟ وليه ما جيتيش الاوتيل امبارح؟ وايه علاقتك بعمي بالظبط؟ انا هنا علشان في شغل بيني وبين عمك، وما روحتش الاوتيل لاني مش هسمح لواحد زيك يكسر كرامتي ويذلني. هو انت فاكر انك لما تستغل ظروفي وتلوي دراعي دي حاجه تشرف؟ بس انا ما كنتش ناوي استغلك، انا كل اللي عاوزه اني اساعدك واسحبها بقوه اكبر. قوليلي مين اللي خلاكي توصلي للحاله دي وتقلبي ضدي؟ وحاول ياخدها معاه بالغصب لكن شين ضربه وسحب لين لأحضانه. كانوا قريبين من بعض بطريقة توتر ومايك مصدوم من الحركة دي. فشين قال له عندها حق، انت فعلا بتستغل ظروفها وبتلوي دراعها. فمايك قال لها انت عارفة العم هنان ده مين اصلا؟ عارفة هو ليه بقاله 10 سنين مرمي على السرير لا بيتحرك ولا بينطق وبعدها تثبت على الكرسي المتحرك ده؟ الشخص ده هيأذيكي يا لين، هيدمرك. حاولت تقوم من على رجليه تجنبا للمشاكل والإحراج لكن شين ثبتها في أحضانه وبص المايك بتحدي. بالطريقة دي انت بتبعدها عنك، بتخسرها كل يوم أكتر عن اللي قبله. وانت بقى بتتكلم بصفتك ايه بالظبط؟ وبأمارة ايه بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ بتقرب منها علشان هي شبه سوزان مش صح؟ وسوزان دي أصحاب حبيبة العم هونان وماتت في حادثة من زمان. فمايك قال له لين دي تخصني وبتاعتي أنا. وشين عينيه اتحولت لشرار. لو كنت بتحبها بجد كان المفروض تحترمها وتحترم رغبتها، ودلوقتي ما بقاش لك أي حق إنك تتدخل بينا أو تقرر هي تعمل إيه. يا حراس خدوا الواد ده من قدام يتحبس في أوضته أسبوع وما شوفش رجله بتخطى ناحية لين ولا ناحية الفيلا طول ما أنا موجود، فاهمين؟ مايك فضل يزعق وهو بيتشد زي الخروف من الحراس. ما تصدقيهوش ده كداب، ده بيخدعك، اهربي يا لين. والمكان بيفضى عليهم هما الاتنين. شين بصلها بكل هدوء فشكرته. ما تشكرنيش ده واجبي، كل اللي بيحصل ده غلطتي أنا وذنبي أنا. وافتكر لحظة فرقها ولين اتصدمت من الكلام ده. انت قصدك ايه؟ لكنه اتهرب من الرد عليها. وقتنا خلص النهاردة، تقدري تمشي لو عايزة. فسابها ومشي وهي فضلت تفكر يا ترى انت مين يا هنان؟ وايه السر الكبير اللي انت مخبيه ورا ملامحك الهادية دي؟ بعدها بنشوف أبطالنا عايشين في لحظة شاعرية مليانة حاجات ومحتاجات. وفجأة لين صحيت من أحلامها الجامحة دي، لقت نفسها نايمة في مكتب شين. يا نهار أبيض أنا إزاي نمت هنا؟ وإيه الحلم الغريب اللي حلمته ده؟ وقامت تتأمل الأشكال الهندسية ومشاريع المباني واللوحات والكتب النادرة لمهندسين كبار جدا. وفجأة شافت الرسومات اللي هو رسمها لها فاستغربت، دي هي ولا حد شبهها؟ وحست بحركة وراها ولما لفت لقيته بيبصلها بابتسامة هادية. صحيتي؟ خد الورق ده ليكي. لين فتحت الورق بكل ذهول وقال لها الأسبوع الجاي في مسابقة كبيرة لتصميم المعمار على مستوى المدينة كلها، والموضوع السنة دي عن تطوير المباني القديمة وأنا سجلت اسمك فيها. طيب وانت عرفت منين إنه كان نفسي أدخل المسابقة دي؟ فاتكلم بحزن جواه. يا حبيبتي أنا شفتك في حياة تانية بتعيطي بحرقة علشان المسابقة دي فاتتك بسببي، فمش هسمح لده يتكرر تاني. فقال لها شفتك قبل كده في المكتبة بتستعيري كتب عن المسابقات والتصاميم، ومشروعك بتاع تجديد المكتبات القديمة لايق جدا على المسابقة دي. فلين بصت له بتردد. أستاذ هنان ممكن أسألك سؤالين؟ اتفضلي قولي كل اللي بقلبك. فشاورت على الرسومات. ايه حكاية الصور والرسومات دي؟ دي رسومات مايك، كان دايما بيمشي وراكي وبيرسمك من غير ما تحسي، قصدي على شخصيته القديمة يعني. فاتضايقت
انت قصدك الشخص اللي دايما بيقف لي في الرايحة والجاية ويخطف كشكول محاضراتي وتصاميمي وبيضايقني؟ هو ده اللي كان بيرسمني؟ ايوه، هو فعلا طريقة ايوه هو نفسه. هو فعلا طريقته كانت دبش شويتين، بس الحقيقة انه ما كانش قصده شر. هو بس كان بيحبك بزيادة وما كانش عارف يعبر عن حبه ده ازاي، فكان بيعمل تصرفات غلط، واداها دفتر صغير وقال لها خد الرسومات دي، اكيد هتنفعك في المسابقة. طيب السؤال التاني، انا ليه حاسة انك عارفني كويس قوي كده، وكأنك عارفني من زمان من اول ما اتولدت؟ فشين سكت لحظة وبص في عينيها. لو قلتلك اني انا كمان بحبك هتعملي ايه؟ فاتوترت. ما انت اللي سألتي يا سعدية. انت ساعدتني كتير وانا المفروض ارد لك الجميل ده، بس لو قصدك اني اتجوزك او اعمل حاجة غلط مقابل المساعدة دي فانا. شين قطع كلامها على طول. خلاص المكتب ده ملكك، اشتغلي فيه براحتك، انا ورايا شغل ولازم اخلصه، يبقى نتقابل بعدين. وسابها ومشي. فضلت لوحدها تقرأ في الكتب وتشوف المجلات، وفجأة قرأت تاريخ وفاتها في المستقبل وما فهمتش حاجة. فكرت إن ده مجرد هدف شين عايز يحققه، فقفلت الدفتر ده وحطته على جنب. وبالليل شين كان قاعد لوحده في ركن ضلمة بيفتكر تاريخ محفور في قلبه زي الوشم. 24 ديسمبر 2035، يوم العاصفة اللي غيرت كل حاجة، اليوم اللي فقد فيه حب حياته، فقرر يحميها بقلبه وروحه ودمه المرة دي وما يسيبهاش. وفي اليوم التاني كان قاعد في الحديقة والورد شوكه، فقال لنفسه من 10 سنين جوان شين كان أناني، ما بيعرفش يحب ولا يقدر الجوهرة اللي في إيده، ما كانش فالح غير في إنه يجرح الناس اللي حواليه. بس بما إن القدر اختارني أرجع أعيش تاني في جسم العم هنان، فأنا بحلف إني هحميكي من كل وجع يا لين، وهقضي عمري ده كله أكفر فيه عن ذنبي اللي عملته في السنين اللي فاتت. وفجأة لين قربت منه وقطعت حبل أفكاره. الأكل جاهز، الخادمة بتقول لنا يلا علشان نتعشى، فمدلها إيده بكل رقة. هاتي إيدك في إيدي. وحط في إيديها انسيال رقيق شبهها مليء بالفراشات، لايق عليكي جدا. فاتوترت وسحبت إيديها منه. مايك قال إني شبه واحدة اسمها سوزان. هي مين دي؟ دي كانت خطيبة العم هونان، اتوفت في حادثة عربية من 10 سنين. فلين بصيت له باستغراب، الراجل ده سكران ولا اتخبط في دماغه؟ بس حضرتك هونان مش كده؟ لحظة الإدراك صفعته إن روحه داخل جسد العم هونان، فقال لها أيوة أنا هو، بس خليكي عارفة أنا ماليش في السكيت البديل، وعمري ما هشوفك مجرد صورة لحد قديم. انتي لين، وانتي عندي أهم من أي حد. وقدم لها وردة لطيفة، فخدت منه المقص علشان تقص الورد بنفسها وتساعده في تنظيفهم. وحاول يشرح لها ليه هو متمسك بوجودها جنبه. أنا خليتك جنبي هنا لأني عارف إن مايك كان هيضيعك ويخرب حياتك، كان لازم أتدخل وأوقف المهزلة دي قبل ما تحصل. في الآخر أنا بعمل كل ده علشان أحميكي وعلشان أحميه هو كمان من نفسه. وشين سكت لحظة وسرح في السماء. للأسف الإنسان ساعات ما بيعرفش قيمة اللي في إيده غير لما يضيع منه ويدوق طعم الندم. مايك فاكر إن الحب يعني تملك وسيطرة، وعلشان كده هو مش بيعمل حساب لحد وماشي بأسلوب طايش متهور وقلعبان. بس الحب اللي كله نار وغيرة في الآخر هيحرقكم انتوا الاتنين. بيقصد نفسه بالكلام ده طبعا لأنه الغيرة وأسلوبه المتهور خلاها تخسر حياتها، وهي يا عيني زي الأطرش في الزفة مش فاهمة أي حاجة من اللي هو قالها. فغير الموضوع فجأة وهما بيتمشوا. صحيح أنا شفت مشروعك بتاع تجديد المكتبة القديمة، وفي ملاحظة فنية صغيرة جدا، منطقة الاستقبال اللي عاملة لها تصميم في المدخل دي ضيقة قوي، هتخنق الزباين وتأثر على حركتهم. عندك حق، أنا ما خدتش بالي من دي. فممكن تزودي بار قهوة صغير عند المدخل، ده هيدي للمكان روح وده هيزود قيمته التجارية والعملية جدا. طيب انت مش قلت انك مش بتحب الهندسة؟ ازاي عرفت كل ده؟ انا كنت قرأت شوية كتب قبل كده عن موضوع تطوير الأماكن القديمة. ومسك ايديها بكل لطف. مامتك كانت بتسأل عليكي وقالت انها نفسها تاخديها وتتمشوا شوية في الجنينة اللي على البحر. بس ماما ما قالتليش كده خالص. هو انت رحت شفتها امتى؟ وبعد شوية راحت المستشفى وسألت الممرضة هو هونان بيجي يزور مامتها ولا ايه؟ فالممرضة قالت لها يا أنسة لين، الأستاذ هونان بيتصل كل يوم علشان يطمن على حالة والدتك ومراحل شفائها. في اللحظة دي شين دخل الأوضة مبتسم وجايب لمامتها أكل. صباح الخير يا ست الكل، أنا عملت لك النهاردة شوربة حمام وجبتها معايا وأنا جاي، دوقيها كده، معمولة خفيفة خالص علشان صحتك. كتر خيرك يا ابني، كلك ذوق. العفو يا أمي، انتي بتقولي ايه، ده واجبي. وبص اللين
وده كمان رز بالجمبري علشانك يا لين. ولين كل شوية تاخد صدمة بسبب معرفته للتفاصيل دي. وانت عرفت منين اني بحب النوع ده بالذات؟ سمعت زمايلك في المحل وهما بيتكلموا. مايك زمان ما كانش بيفهم في الحاجات دي خالص، صح؟ كان دايما بيحب يضايقك وخلاص. هو فعلا ما كانش بيعمل حاجة غير انه بيتفنن في ازاي يضايقني ويقسى عليا. فابتسم. طيب دوقي الاكل ده كده، طعمها مختلف عن اللي في المحل. وانا وصيت المطبخ يقللوا الملح فيها كمان. ليه ما بقتش فاهمة ده ستوكر ولا مخوع عفاريت ولا كان معاها ونسيته؟ ازاي عارف كل ده؟ انا فعلا بحب الاكل ده وبحبه بملح قليل، والحاجات دي مفيش اي مخلوق يعرفها غير امي. فيا استاذ هنان، انت ليه عارف عني كل التفاصيل دي؟ قولي انت عارفني ازاي قوي كده؟ فمامتها زعقت لها: بطلي تسألي اسئلة ملهاش لازمة بقى، الراجل بيساعدنا وواقف جنبنا، لازم تشكريه مش تحققي معاه. وقعت بلسانها قدام بنتها ان شين هو اللي ساعدها تكمل المنحة بتاعتها وتدخل المسابقة اللي نفسها فيها، اللي البنت سبقتها ودخلت قبلها، وخلت لين تعيط لمدة يومين ومقهورة. فلين بصت له بصدمة وهو قال لها: أنا ما كنتش حابب أقولك علشان ما تحسيش بضغط وإنك لازم تنجحي علشاني، سيبك على راحتك تماما. فيلا بقى ما تبقيش قفوشة كده وكلي أكلك ده كله. فحاولت تهدي نفسها وتاخد الطبق لكنه لسعها لأنه سخن، وشين ما بيتوصاش في تفعيل دور الراجل النحنح الجنتلمان اللي يخليني أصيح. وحاول يعمل لها اللازم علشان ما تحسش بالوجع، وهي كانت بتتأمله بصمت. هو ازاي حنون ومراعي قوي كده؟ وبالليل بطلنا خلص جلسة العلاج الطبيعي بتاعه، والدكتور قال له: يا أستاذ هنان، سرعة استجابة جسمك للعلاج فاقت كل توقعاتنا. لو استمريت على جلسات العلاج الطبيعي دي أوعدك إنك هتقوم من على الكرسي ده وتمشي على رجليك تاني. فقال له: موضوع إني بدأت أتحسن ده مش عاوز أي مخلوق تالت يعرفه. مفهوم؟ مفهوم طبعا، سرك في بير يا ريس. الدكتور خرج ودخل السكرتير بتاع شين. قولي الأملاك والأسهم بتاعتي وضعها إيه دلوقتي؟ فقال له: طول الفترة اللي أنت كنت فيها في غيبوبة يا ريس، أخو حضرتك تيانكو كان هو اللي بيدير كل حاجة باسمه. فألف سر تمام، يعني أخويا اللي عينه فارغة وما بيشفاش ده لسه زي ما هو. خلاص، يبقى نفتح الدفاتر القديمة ونصفي الحسابات كلها مرة واحدة ونروح لبيت العيلة الكبير. مايك دخل وأبوه أول ما لمح خلقته هزقه: هو أنت لسه فاكر ترجع؟ مرات أبوه قربت منه بطريقة خبيثة وصوتها مليان غرور: عندي ليك خبر ب1,000,000 جنيه، أنت هتبقى أخ كبير، أنا حامل في الشهر الرابع. فمايك اتصدم وبدأ يزعق ويشتم فيهم: أخ؟ وانتي فاكرة نفسك مين أصلا علشان تخلفي لي أخ؟ فأبوه اتعصب: الزم حدودك يا ولد، اتأدب وانت بتتكلم مع اللي أكبر منك، دي في مقام والدتك. مقام مين؟ انت نسيت إن أمي دي أقوى وأكبر من أي حد، هي اللي وقفت جنبك وبدأت معاك من الصفر. نسيت إنها طلعت شقة عمرها كله علشان تعمل لك الكيان والسمعة والشركة اللي انت واقف عليها دي، وانت عملت ايه؟ وهي بتموت من التعب والبرد رحت انت جريت وجبت عشيقتك القديمة ودخلتها البيت، وساب ابوه والع من العصبية وطلع اوضته. وفي اليوم التاني أبطالنا كانوا بيفطروا، وشين قال لها: مسابقة التصميم هتبدأ الأسبوع الجاي، عملتي ايه؟ جهزت نفسك؟ بصراحة عندي شوية أفكار بس لسه بظبط في التفاصيل الصغيرة. طيب ايه رأيك تنقلي وتعيشي هنا لفترة؟ فاتصدمت يا عيني: نعم، انت قلت ايه؟ فابتسم: انتي كل يوم بتروحي المستشفى وبعدين بتيجي علشان نتغدى سوا وتكملي مشروعك، والمشوار ده بيبقى صعب ومتعب قوي عليكي، لكن لو عشتي هنا هتعرفي تركزي وتجهزي للمسابقة براحتك، وانا هخلي السواق يوصلك كل يوم الصبح للمستشفى علشان تطمني على والدتك ويرجعك هنا تاني. فقالت له: يا أستاذ هنان، انت ليه بتعمل معايا كل ده؟ هو انتي سألتيني السؤال ده كم مرة وانا برد وبقولك لاني معجب بيكي. وبصيت له بنظرة مترددة وقلقانة وحاولت أصده: بس أنا عندي مبادئ وخطوط حمراء مش ممكن أعديها، وعمري ما هبيع نفسي علشان أي حاجة في الدنيا. أنا قلت إني بحبك مش بشتريكي، وعلشان كده عاوز أعمل علشانك أي حاجة تخليكي مرتاحة. حبك ده إحساس جوايا، مش فرض عليكي إنك تقبليني أو تحبيني بالعافية. فقالت له: بس إحنا عمرنا ما اتقابلنا قبل كده ولا كان في بالنا أي كلام، حبيتني إزاي وإمتى؟ أنا أصلا مش فاهمة حاجة، أنا واحدة لا ليها حول ولا قوة، فأنت عاوز مني إيه بالظبط؟ كل ده وهو بيضغط على إيده ومش عايز يفقد سيطرته ويعترف بكل حاجة لحسن تخاف منه وتهرب وما يقدرش يرجعها لأحضانه تاني. فقال لها: اطمني، أنا مش محتاج منك أي حاجة من اللي في خيالك دي، بس لو عاوزة نعتبر اللي بينا ده اتفاق، فكل اللي محتاجه منك إنك تيجي كل يوم وتساعديني في جلسة العلاج الطبيعي بتاعتي وبس كده.
وبعد أسبوع كانوا في المسابقة، لين متوترة على الآخر وهو بيحاول يشجعها. مشروعك فيه لمسة هندسية متميزة وهيدخل قلوب اللجنة والحكام، فما تقلقيش. فابتسمت وكانت هتدخل، لكن مايك وقفها. ما تدخليش المسابقة دي. فاتعصبت عليه. هو انت ليه على طول بتحاول تكسرني وتحبطني كده؟ فشين قرب منه وطرده من المكان كله، وسمح لها تدخل تحقق حلمها. أنا المتسابقة لين كينج، والمشروع اللي بين حضراتكم دلوقتي هو رؤيتي لتطوير المكتبات القديمة. بتمنى إنه يعجبكم. فرئيسة لجنة التحكيم كانت مبهورة بتصاميم لين. يا آنسة لين، تصميم حركة الزوار في المكتبة ذكي جدا، ودمج منطقة القراءة مع بار القهوة الصغير ده حاجة عبقرية. جمعتي بين الشكل الجمالي والاستخدام العملي، بصراحة فكرة هايلة جدا. وفجأة في شخص اقتحم القاعة. يا سيادة الحكام، أنا بقدم بلاغ رسمي. المتسابقة لين كينج سرق التصميم ده، ومعايا مسودة التصميم الأصلية وتاريخ تقديمها كمان، وده يثبت إنها اتقدمت قبل مشروع لين بأسبوع كامل. فبناء على القوانين لازم تلغوا مشاركة الآنسة لين كينج فورا. ولين واقفة مصدومة، الدنيا اسودت في عينيها، والحربوق تيانكو بيبتسم بشر. فشين ادى إشارة للسكرتير بتاعه، وقف قدام اللجنة وبكل ثبات قدم لهم الملفات. يا سادة، يا ريت تبصوا على الورق ده كويس جدا. دي مسودات مرسومة بإيد الآنسة لين من 3 شهور فاتوا، ومعاها سجل استعارتها للكتب الهندسية من المكتبة في نفس الفترة. والأهم من ده كله، تقرير فني من جهة رسمية بيثبت إن تاريخ إنتاج الأوراق دي أقدم بكتير من تاريخ الشخص المدعي ده. ولين كينج بريئة تماما من أي تهمة اتوجهت ليها. فاللجنة دخلوا يحققوا في الموضوع ده، وبعد شوية قالوا بعد التحري اكتشفنا ان الشخص اللي اتهمها ده مالوش اي علاقة بمجال الهندسة اصلا، ده مجرد بلاغ كاذب ومحاولة قذرة لطرد المتسابقة. فاحب اقول لكم البلاغ مرفوض، ولين كينج مستمرة معانا في المسابقة. فتيان كو اتعصب جدا، وشين اداله نظرة الفخر والانتصار. ومايكي كان واقف ومتضايق وعرف ان ابوه هو السبب اللي حصل. اتفق مع واحد من رجالته وجاب ورقة تصميم بتاعها القديم علشان يوقعها، لكنه اتصدم لما لقاها عاملة حسابها والسكرتير ساعدها. بس ازاي لين قدرت تخلص المشروع ده في وقت قصير كده وتجمع الأدلة دي؟ أصل مستحيل تعرف موضوع المسابقة والبلاغ ده لأنه جه فجأة، وأبويا عامل لها فخ. فيا ترى عرفت ازاي؟ هي مخاوية جن وعفاريت ولا بتشم على ظهر ايديها؟ لا يا روحي، معاها راجل طول بعرض جاي من المستقبل. بينما لين كانت بتتأمل الجايزة بتاعتها بكل فخر، وبصت له بكل حب وامتنان. أنا بشكرك جدا، بس برضه مش فاهمة ليه خليت المساعد يجهز الورق ده قبل ما أي حاجة تحصل. لأن أبو مايك تاجر شاطر قوي وحساباته دقيقة. الناس في نظره عبارة عن قطعة شطرنج بيحركها علشان مصلحته. زمان كان بيستغل الكل علشان يكبر، دلوقتي عايز يتحكم في جواز ابنه وعلاقاته علشان يثبت نفوذه. وظهورك في حياة مايك بوظ له كل خططه. يعني انت كنت عارف انه هيحاول يغدر بيا فجهزت الرد؟ مش مهم دلوقتي الكلام ده. مش آن الأوان بقى انك تنفذي وعدك؟ يلا بينا علشان نكمل دراسة العلاج الطبيعي. ودخلت معاه الأوضة تتابع علاجه وتساعده في التمارين. شيل لسه بيتعلم المشي كأنه عيل صغير، خطواته مش متزنة وحركته غير ثابتة، ولسه كان بيحاول يمشي خطوة كمان لكنه فقد توازنه ووقع عليها وباسوا بعض بالغلط. بينما مايك راح لأبوه وهو متعصب. ممكن أعرف ليه زقيت حد يبلغ عن لين بتهمة السرقة؟ ليه عاوز تدمرها؟ وأبوه قاعد بيقرأ كتابه بكل برود. أنت داخل تجعجع وتزعق كده ليه؟ فين الأدب؟ فين الاحترام؟ اسمع يا ولد يا غبي، أنت الوريث الوحيد لعيلة جوان، ومستقبلك أهم من أي حاجة. مش هسمح لك تضيع مستقبلك مع واحدة أي كلام. فقرب من أبوه. واحدة أي كلام؟ وأنت بصفتك إيه بتديني دروس في الأخلاق؟ أنت نسيت إنك أنت اللي جبت واحدة أي كلام ودخلتها بيتنا؟ فأبوه اداله كف خماس الأبعاد. ومايك مكمل عادي، ما حرمش بعد الألم ده. أنت مش فالح في حاجة غير الضرب، طول عمرك غايب عني، ومين اللي كان جنبي غير أمي؟ بقالك سنين ما بتعرفش عني حاجة، وجاي دلوقتي تتحكم في حياتي وتقولي فين الصح والغلط؟ أتحكم ونص، أنا أبوك، ولأن كل قرش بتصرفه والاسم اللي أنت شايله والمنصب ده كله بفضلي أنا، من غيري أنت ولا حاجة. وسابه ومشي. ومايك انهار على الأرض من قسوة أبوه وأنانيته. طلع صورة مامته علشان يهدي نفسه، وافتكر حياتهم الهادية مع بعض قبل ما أبوه القذر يقتحمها ويزعق لأمه طول الوقت. خليكي في شغلك في المطبخ وما تسأليش أنا برا بعمل إيه ولا برجع إمتى. لو عاوزة تعيشي هنا اسمعي الكلام وانتي ساكتة. ومايك منهار من العياط، شاهد على تعب مامته اللي ودعت الحياة من كتر الضرب والقسوة. ومن وقتها ومايك بيكره أبوه كره العمى. ونرجع للواقع تاني.
مايك بيعيط وبيردد ليه كل حاجة بحبها لازم أخسرها أو تضيع مني. فوصلت له مكالمة من شين طلب يشوفه، فمايك راح له على طول. انت جبتيني هنا ليه؟ علشان تشمت فيا وتتفشخر انك خدت لين مني؟ انا جاي اقولك ان اللي حصل في المسابقة النهاردة ابوك هو اللي وراه. انت عارف ان الجواز في نظره مجرد صفقة، ومش هيسمح لواحدة زي لين تبوظ له حساباته. ودي مش غلطتك، بس انت عارف انك اضعف من انك تحميها، مش كده؟ في الوقت اللي كانت محتاجة فيه سند انت حاولت تذلها بفلوسك وتتملكها، وده مش حب. فمايك اتعصب لأنه واجهه بحقيقته. وانت عامل فيها بطل ليه؟ وفكرني مش عارف انك واخدها بديلة لسوزان علشان شبهها. فشين كان بارد قوي ويبتسم بهدوء. انا مش جاي اتخانق معاك، انا جاي اعرض عليك صفقة. وصفقة ايه بقى دي ان شاء الله؟ ساعدني نفتح ملف الحادثة اللي حصلت لي من 10 سنين، عاوز اعرف سوزان ماتت ازاي. فمايك قال له وانا مالي اصلا، بس انا هساعدك تاخد حقك من ابوك وتكسره. يعني انت عايزني اساعدك تضرب ابويا؟ انت فاكرني مجنون ولا ايه؟ أبوك اللي أنت خايف عليه ده بنى كل العز على دم أمك وشقاها، داس على جثتها علشان يوصل للي هو فيه دلوقتي. مش عاوز ترجع حقها؟ وبعدين لما تبقى قوي ساعتها بس تقدر تقف قدامي وننافس بعض بشرف على قلب لين. داس على نقطة ضعفه وخلاه يفكر كويس في الكلام ده. وبالليل شين دخل أوضة لين وهي نايمة، كانت بتحلم بكوابيس بشعة جدا ومسك إيده بقوة، وهو قرب منها حاصرها وابتسم لها بكل حب. لكن فجأة شين اتحول لشكل ماي، فقامت مفزوعة من الكابوس ده، لقته جنبها. نامي وارتاحي وما تخافيش، وهي مرعوبة منه شايفة مايك في ملامحه وجهين لنفس العملة. فقالت له انت مين بالظبط؟ فقال في سره شخص عايز يحميكي. وقام وقعد جنبها على السرير، حاول يهديها ويطمنها انه مش جاي يزعجها. كملي نوم، انا مش هروح في حته وهفضل جنبك. فضل قاعد جنبها لحد الصبح. فتحت عينيها لقته نايم على نفسه بوضعيه صعبه جدا، كل ده علشان يفضل جنبها وما تحلمش باي كوابيس. قربت منه لمست رموشه وهو ابتسم، فعملت نفسها نايمه بتحطي نفسك في مواقف بايخه. فقال لها يلا يا بطله، النهارده اجازه، هوديكي المستشفى عشان تطمني على مامتك. وهما في المستشفى مامتها سالته استاذ هنان، هما اهلك مش بيضغطوا عليك علشان تتجوز؟ فقال لها أنا غبت عن الدنيا دي 10 سنين في غيبوبة، وطالما قمت وبقيت بصحة كويسة ده معجزة بالنسبة لهم، فمحدش قادر يفتح معايا سيرة الجواز دلوقتي. عندك حق يا ابني، الصحة أهم حاجة في الدنيا. بس قولي بقى انت ناوي على ايه في موضوع الجواز؟ مش ناوي تفتح بيت؟ فابتسم ابتسامة جذابة. أنا حاليا أعزب يا أمي، موضوع الجواز ده سايبه للظروف. المهم الواحد يلاقي الشخص المناسب اللي يكمل معاه حياته، وده أهم شيء في الجواز. بيتكلم وهو بيبص على لين اللي هو الكلام ليكي يا عمية البصر والبصيرة، أبصري حبي بقى. فاستأذنت تروح تجيب مية سخنة علشان تنظف مامتها، وهي خارجة لقت مايك في وشها. انت ايه اللي جابك هنا؟ كده اطمن على طنط. شكرا يا سيدي، بس احنا مش محتاجين زيارتك، قال لها بصوت مليان ندم حقيقي. أنا آسف، الحقيقة إني كنت رخم معاكي في الأول، لأن الكل كان بينافق قدامي وبيركعولي ومحسسني إني الملك في وسطهم، إلا إنتي كنت دايما باردة معايا، وده شدني ليكي غصب عني. أنا كنت غبي، كنت فاكر إني لما أضغط عليكي بموضوع تعب والدتك هيخليكي تسمعي كلامي وتخضعي لي وتحبيني. بس ليلة الأوتيل لما استنيتك وانتي ما جيتيش كنت هموت من القلق والخوف، خفت فعلا لا تسيبيني وما اشوفكيش تاني. فرفضت اعتذاره بكل قسوة. اعتذارك مرفوض، وانا مستحيل اصدق ان واحد كان بيتسلى بيا وبمشاعري ممكن يكون عنده قلبه اصلا ويحبني ويجي يعتذر لي كمان. فقال لها ما تصدقيش عمي يا لين، كيف تعرفيهوش كويس، اللي بيعمله معاكي ده هيوديكي في داهية. ولين مشيت وهي بتفكر يا ترى مين الحقيقي، هنان الحنين اللي قدامي ده ولا الشخص الغامض اللي مايك بيحذرني منه. واقفة ورا الباب تتأمله وهو قاعد مع مامتها بكل حنية وهدوء. بعدها رجعت معاه البيت علشان تكمل تصاميمها، وهو قاعد بعيد بيرسمها بكل حب لحد ما نامت على نفسها. فقرب منها علشان يغطيها، لكن حركته صحتها من النوم، لقاها مجهزة السي في بتاعها. فسألها هو انتي بتدوري على شغل؟ فأيوة أنا لازم أشتغل، مصاريف علاج ماما كتير قوي، وما ينفعش أفضل أطلب منك مساعدة طول الوقت. بس انتي هنا بتساعديني في العلاج الطبيعي وبنتغدى سوا، وده مقابل مادي أنا بدفعهولك، يعني ده شغل بينا احنا الاتنين، مفيش داعي تحسي بأي حمل. فابتسمت. بس انت مش هتفضل تساعدني العمر كله، أنا لازم أقف على رجلي. فقال بينه وبين نفسه في حياتنا اللي فاتت أنا اللي حبستك جنبي وحرمتك إنك تحققي كل أحلامك، لكن في الحياة دي هكون أنا السند اللي بيحقق لك كل أحلامك. فقال لها أنا لسه راجع لإدارة مجموعة جوان،
ومحتاج اسيستنت كويس تكون بتفهم في الهندسة المعمارية، فتقبلي تشتغلي معايا؟ فاتبسط جدا. انا ايوه طبعا، بس تفتكر هقدر على الشغل ده؟ موهبتك في التصميم مش عند اي حد، وانا واثقة انك هتلمعي في المجال ده كويس. فشكرته على ثقته فيها. بعدها راحت الشركة وهي متوترة جدا، الوظيفة دي هتخليها تحقق أحلامها. وشين قاعد بيمضي على ورق المشروع الجديد، والسكرتير بتاعه اداله ملفات وقال له دي المشاريع اللي أخوك تيانكو كان بيديرها، وفيها ثغرات وشبهات كتير، وشكله كان بيتعامل مع الشركة كأنها ملكيته الخاصة. تمام، اجمع لي كل الأدلة بس من غير شوشرة. وصحيح كنت هنسى، المشروعين الجداد خليهم تحت ايدين لين، هي اللي هتمسكهم. وفي اليوم التاني في قاعة الاجتماعات، لين وصلت متأخرة شوية والكل بص عليها، والسكرتيرة فانج بصت لها بكل غرور. أهلا يا أنسة لين، المدير وكل الزملاء مستنيين سعادتك بقالهم فترة. يا ريت بقى تورينا التقرير بتاع بيانات الأحمال اللي طلبت منك تجهزيه امبارح، لأن ده أساس الاجتماع النهاردة. فلين فضلت تدور على الملف وسط الورق ومش لاقياه خالص، فالسكرتيرة قالت لها انت ضيعتيه؟ يا خسارة، دي البيانات الأصلية اللي سحبناها من الأرشيف وملهاش أي نسخة تانية. انت ازاي مهملة كده وتضيعيها؟ لو الصفقة باظت انت اللي هتشيلي الليلة دي كلها. فلين بصت لها بكل ثبات. حضرتك بتقولي ان دي البيانات الأصلية اللي جبتيها بنفسك؟ ايوه طبعا، امال مين اللي جايبها؟ تمام، انا فعلا ما جبتش الورق ده معايا لاني ببساطة ما قدرتش اعتمد على ورق غلط. ولين طلعت ورق جديد وحطته قدام الريس شين وقالت لهم أنا لما استلمت الورق من السكرتيرة فانج قلقت من الأرقام، فكلمت القسم الهندسي في الشركة التانية وتأكدت بنفسي، واكتشفت إن البيانات اللي السكرتيرة ادتهاني كلها مضروبة. سمك الجدران في ورقها 200 ملم لكنهم في الحقيقة 250 ملم، والأخطر إنها شايلة بيانات قوة التحمل تماما، ودي أبسط حاجة في أي تقرير. أنا سهرت طول الليل أظبط البيانات الحقيقية دي، والزحمة اللي كانت في الطريق هي اللي أخرتني على ميتنج النهاردة. بس الأهم من كل ده إني ما بشتغلش ببيانات غلط تهد مبنى على دماغ صحابه يا سكرتيرة فانج. فاشين قال لهم موضوع الأرشيف والبيانات المغلوطة ده لازم يتفتح فيه تحقيق فورا، والأنسة فانج تفضل هنا وانتوا تفضلوا على شغلكم. فاستنى القاعة تفضى وجه الحربقة دي. انت بقالك 3 سنين في الشركة، الغيرة والمنافسة شيء مقبول، لكن انك تلعبي بمشاريع الشركة وسمعتها علشان تضايقي زميلة جديدة ده اسم لعب عيال ومرفوض تماما يا أستاذة. لو عايزة تثبتي نفسك اثبتيها بشطارتك مش بالألاعيب دي. ونده للمحامي بتاعه وقال له شوف الموضوع ده، وقال لها من النهاردة ما يلمحش رجلك في الشركة، انتي مطرودة. السكرتيرة فانج جسمها اتنفض وبدأت تتوسل له وهي بتترعش. يا باشا أنا بقالي 3 سنين في الشركة دي، بموت نفسي في الشغل حتى لو ماليش خطر عندك، قدر تعبي وشقاية السنين دي كلها، مينفعش تمشيني كده. كلامها ما هزش شعراية واحدة منه، ورد عليها بكلام صعب جدا. تعبك وشقاكي مش هيشفعولك في المصيبة اللي انت عملتيها النهاردة، لأنك واحدة مستهترة دخلتي مشاعرك في الشغل، فتفضلي اطلعي برا. وبالليل لين كانت في مكتبه وعينها فيها نظرة امتنان حقيقية. أنا بجد بشكرك يا أستاذ هونان على اللي عملته معايا. والبطل ما حبش يحسسها بجميل ورد بمنتهى العملية أنا ما عملتش غير واجبي كمدير للشركة، بس لولا إنك ادتني فرصة إن أتكلم كان زماني دلوقتي في الشارع ومحدش مصدقني. فبصلها بتقدير وقال لها مش محتاجة تشكريني، إنك قدرتي تطلعي الغلط من وسط الأرقام والبيانات دي كلها ده معناه إنك بقيتي شاطرة كفاية وقادرة تواجهي أي مفاجأة في الشغل. وطلع لها كومة ملفات وحطهم قدامها، دي كل تقارير المشاريع بتاع الشركة من 3 سنين فاتوا بأنواعها ومشاكلها والحلول اللي اتعملت فيها. دي أول مهمة حقيقية ليكي، عاوز تقرير شامل وملخص لكل ده يكون على مكتبي يوم الاثنين. لين عينيها نورت بالحماس. أوعدك يا فندم هخلصه بسرعة وعلى أكمل وجه. وأول ما ساعة العمل خلصت نبرة صوته اتغيرت وبقت هادية ودافية. دلوقتي وقت الشغل خلص وعندي طلب شخصي بعيد عن الشركة، ممكن تساعديني في جلسة العلاج الطبيعي بتاعتي النهاردة؟ وفي مكان تاني مايك كان قاعد في الملهى بيشرب بغل وقهر وكأنه بيحاول ينسى الدنيا كلها، لدرجة إنه كان هيكسر الكاس في إيده من كتر الضغط عليه. وفجأة شين قرب منه وخد الإزازة من إيده. كفاية شرب، هتضيع نفسك. انت جاي تخاف عليا دلوقتي بعد ما سرقت مني الست اللي قلبي اختارها؟ جاي تعمل عليا وصي؟ والله وطلعت بتمثل صح وشاطر قوي يا عمي. فشيل تجاهل إهانته. أنا ممكن أرجعك الشركة تاني بكلمة مني. نعم، وأنا محتاج لك في إيه؟ أنت نسيت إن أبويا هو الكل في الكل وهو رئيس مجلس الإدارة؟
فشين قال له لو رجعت لأبوك دلوقتي هيذلك وهيخليك توطي راسك وتعتذر للي يسوى واللي ما يسواش، ويمكن كمان يجبرك تتجوز بنت تانية علشان مصلحته، وانت طبعا هتدوس على قلبك وتوافق. بس طول ما انت ضعيف هتفضل لعبة في ايد غيرك. القوة هي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك سيد قراراتك، وساعتها بس هيكون ليك حق تحب وتتحب بجد. فمايك سكت لحظة وكأن الكلام فوقه من سكره. بص لعمه بصة أخيرة وقال له أنا موافق على اللي اقترحته عليا المرة اللي فاتت، أنا معاك يا عمي، بس لو شميت خبر إنك بتضحك عليا ورحمة أمي ما هسيبك. فشين طمنه وأمره يروح الشركة الصبح يقابل المساعد بتاعه علشان يستلم منصبه الجديد، ووصاه وصية أخيرة: مهما حصل فكر بعقل وشغل دماغك قبل أي خطوة تخطيها. وبعدها رجع البيت، شاف لين قاعدة قدام اللوحات الهندسية وعلامات الحيرة على وشها، وشين لاحظ ده وقرب منها اداها كوباية اللبن وسألها: في حاجة واقفة عليكي؟ بصراحة مش فاهمة ازاي اظبط الهيكل المعماري لمشروع يدوم. فشين بدأ يشرح لها بعبقرية وقال لها: هنا ما ينفعش تعتمدي على الأرقام وبس، لازم تبصي للهيكل الداخلي كأنه واحدة واحدة مسك ايديها وبيوريها كل زاوية في الورقة. بس مفيش أفخم من زاوية فكك الحادة يا فنان، لأن كل الناس خبيط إلا أنت رسم هندسي. فسألته باستغراب: أنت مش كنت بتكره الهندسة؟ إزاي فاهم فيها كده؟ فابتسم ومسح اللبن اللي على شفايفها بكل هدوء وقال لها: أنا اتعلمت الهندسة مخصوص علشانك يا لين. فحست إن وجودها بقى تقيل قوي عليه، ده بيعمل لها كل حاجة. فقالت له: أنا بفكر أعزل وأسكن في بيت تاني، أنا كنت قاعدة هنا علشان مسابقة المكتبة والمسابقة خلصت خلاص، فماليش لزوم أفضل أكتر من كده. وفجأة شين مسك إيديها وبصلها بضعف غريب وصوت مهزوز: ما تمشيش، خليكي جنبي علشان خاطري. وهي اتوترت من لمسته ونظراته فشربت اللبن كله شفطة واحدة. وبعدها خرجت تتمشى في الحديقة، حست بضربات قلبها بتزيد وبدأت تسأل نفسها: هو بيعمل معايا كل ده ليه؟ معقولة بيحبني كده؟ طيب هو خايف ليه من فكرة إني أسيبه؟ وفجأة وصلت لها رسالة من رقم غريب، بعت لها صورة العم هنان مع خطيبته سوزي، واللي واضح إنهم فيهم شبه من بعض. عاوزة تعرفي هو مهتم بيكي ليه؟ علشان انتي صورة طبق الأصل من سوزان، الحب القديم والوحيد في حياة هونان. الكلمة نزلت على لين زي الصعقة، وبالرغم من إنها كانت عارفة موضوع سوزان ده، لكن قلبها وجعها بشكل ما قدرتش تداريه. بدأت تشك في كل كلمة حلوة قالها لها وفي كل لمسة حنان، وسألت نفسها بكل قهر: يعني كل الدلع والاهتمام ده عشان وش شبه حبيبته؟ وفي اليوم التاني لين كانت سرحانة وعينيها باين عليها إنها ما نامتش طول الليل، وشيل لاحظ ده فورا ونبهها: احنا عندنا ميتنج مهم كمان شوية مع الأستاذ جيمي، فركزي كويس، اللي بيبين مشاعره على وشه بيبقى فاشل، المهنية لازم تكون رقم واحد يا لين. فردت عليه بكل سخرية: وهو الأستاذ هنان بيعلم كل المساعدين بتوعه دروس في الحياة ولا أنا بس اللي مميزة عندك؟ فابتسم ورد عليها بكلمة واحدة هزت كيانها: انت طبعا اللي مميزة. وبعد شوية الميتنج بدأ، والعميل جيمي كان بيحاول يفرض رأيه ويقلل من جودة المواصفات علشان يوفر فلوس، لكن لين وقفت وقالت له: التعديلات اللي حضرتك طالبها فيها خطر كبير على أمان المبنى، انت قللت سمك الجدران وشلت دعامات أساسية، وده هيخلي المبنى ينهار من أول هزة. فبصلها بسخرية: وانت مين أصلا علشان تتكلمي؟ احنا مظبطين كل حاجة من زمان. فشين قال له: الأمان خط أحمر يا أستاذ جيمي، باين إننا محتاجين نتكلم من أول وجديد ولا إيه؟ وفي عشاء العمل الراجل حب يغير الموجة ويهدي اللعب وصب لها كاس وقال لها بكل خباثة: طيب يا آنسة يا قمر، انت شاطرة وزي الفل، ما تزعلش من الكلام اللي قلته، اشربي الكاس ده بقى علشان الشغل يمشي زي السكينة في الحلاوة. لكن لين رفضت بكل أدب: أنا أسفة يا أستاذ، ماليش في الشرب. فالعميل ما عجبوش الكلام ده: هي يا ريس شين، انت مش معلم المساعدة بتاعتك الاتيكيت ولا ايه؟ تسمح لي اعلمها انا بطريقتي الخاصة؟ ولمسها بطريقة قذرة جدا، وشين عينه اتحولت وبقت مليانة نار وشرار. وفجأة صدمهم كلهم وقام زي الأسد من على الكرسي بتاعه. العلاج جاب نتيجة وبقى قادر يمشي على رجله بشموخ. زق ايده بكل عنف وقال له بصوت مرعب: اللي يخصوني ما بيمشوش على قواعد حد، لو فكرت تلمس شعرة واحدة منها هقطع لك ايدك دي. ولين كانت واقفة ورا ظهره، مشاعرها متلخبطة بين الخوف والإعجاب، وسألت نفسها: يا ترى الحماية دي ليا أنا ولا للست اللي عايشة في خيالك؟ خرجوا بره وهي لسه سرحانة بأفكارها وما خدتش بالها من العربية اللي كانت هتشيلها لولا إن شين بعدها عن الطريق. انتي حامية ولا ايه؟ مالك كده الفترة الأخيرة حالتك بتسوء وتركيزك ضايع؟ فبصت لرجله وسألته: انت خفيت ووقفت على رجلك؟ يعني انت كنت بتمثل علينا طول الوقت ده؟
ودلوقتي قمت ومشيت فجأة من غير أي مقدمات. ده أكيد ما كانش في خطتك إنك تتفضح كده علشان تنقذني، صح؟ فشين بصلها بكل هدوء. انت عاوزة تسألها عن ايه يا لين؟ انت شايفني ايه بالظبط؟ شايفك الإنسانة اللي وهبت حياتي علشان أحميها. وهنا بقى لين طلعت صورة سوزان وواجهته بيها. طيب ودي ايه؟ قولي يا هنان، اعترف وانت بتبص لي في عيني، انت شايفني انا ولا شايفني حد تاني؟ وانتي مهتمة بالموضوع ده قوي كده ليه؟ هل ده معناه انك بدأتي تحبيني وتغيري عليا؟ فاتكسفت صابته ومشيت، لكنه لحقها وحضنها بكل حب. انا ما بقيتش هنان بتاع زمان، في حاجات كتير مش هقدر احكيها لك دلوقتي، بس كل اللي لازم تعرفيه ان وجودي في الدنيا دي وفي العمر ده بالذات كان علشانك انتي وبس. فلين سألته بشك، بجد؟ يعني مش بتضحك عليا؟ لكن شين احتواها اكتر. انتي اغلى حاجة عندي يا لين، ونفسي أجيب لك كل سعادة الدنيا تحت رجليكي، فأرجوكي بلاش تمشي وتسيبيني، وجع فراقك أصعب عليا من الموت. وحضنها بكل رقة وحب. طيب وانا والسنجولات مين يحضننا في الليالي الباردة دي؟ وبالليل شين كان بيحاول يمشي بس مش قادر. كلم المساعد بتاعه وطلب منه يكتشف مين اللي بعت الصورة لبطلتنا، اللي كانت محتارة وبتسأل نفسها مين اللي بعت لها صورة سوزان وليه في التوقيت ده بالذات، وليه هي مهتمة قوي كده تعرف نية هونان من ناحيتها. هل فعلا وقعت في حبه ولا ده علشان هو قريب منها وبيساعدها؟ بينما شين فكان شايل همها حتى وهي نايمة. طلب من الخدم يغيروا ستاير أوضتها لستاير بتعتم الضوء لأن نومها خفيف، ووصاهم يحطوا أباجورات فيها زيت عطري علشان تساعدها على الاسترخاء لأنها كانت مش عارفة تنام بقالها فترة. وفي اللحظة دي لين كانت بتمشي في الحديقة وسمعت اهتمامه بيها، وقالت لنفسها عينيه دايما فيها نظرة حزن وغربة مش قادرة أفهمها، وكأن المشاعر دي مش ليا أنا. يا ترى أعمل إيه في حيرتي دي؟ وفي اليوم التاني لاحظ إنها تعبانة ولسه سرحانة. انتي ما نمتيش كويس امبارح؟ حاسة بتعب في أي حتة في جسمك؟ لا أنا كويسة مفيش أي حاجة. فشين ابتسم وسألها عيد ميلادك قرب، قوليلي نفسك في ايه؟ نفسي ماما تخف وناكل لقمة حلوة مع بعض بكل هدوء ومن غير مشاكل ولا شوشرة. في ألف سر، وفي حياتنا اللي فاتت حاولت أعبرلك عن حبي بطريقة غبية أو يوم عيد ميلادك أجرت طيارة هليكوبتر ونزلت منها ورد وهدايا قدام الجميع، والنتيجة كانت كارثية. الناس اتلمت حواليكي وبقيتي مادة للنميمة والهجوم على السوشيال ميديا، ودخلت في دوامة وجع ما بتنتهيش. لكن المرة دي مش هكرر غلطتي، هحتفل بيكي وفي عيد ميلادك بكل صمت وحنية. بعدها شين كان بيفكر في طريقة يبعد بيها مايك عن لين الفترة دي عشان يعرف يعمل لها العيد ميلاد، وفي نفس الوقت يخليه يتحمل المسؤولية ويفوق لنفسه. مش عايزه يتطور ويبقى شرير زي نسخته المستقبلية اللي موتت لين. فطلب منه يسافر لتشونغدو في مهمة شغل بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة شوشينج العقارية. فقال له أنت أنسب واحد يمثل مجموعة جوان في الصفقة دي طبعا، ودي فرصتك علشان تثبت للكل في مجلس الإدارة إنك قدها وتكسب ثقتهم. لكنه رفض الفكرة دي تماما. أنت عايز تسفرني وتخرجني برا البلد علشان عيد ميلاد لين قرب مش كده؟ أنت فاكرني مش فاهم ألاعيبك؟ بتمثل إنك مشلول وتعبان علشان تستعطفها، ودلوقتي بتبعدني علشان يخللك الجو معاها وتنفذ اللي في دماغك. فشين بصله بحدة. السواق اللي كان سايق العربية في حادثة سوزان من 10 سنين ظهر في المدينة دي، يعني سفرك هناك مش بس علشان الشغل، لا علشان تعرف الحقيقة اللي مستخبية بقالها سنين. كمل كلامه وهو بيحسبها بالورقة والقلم. عيد ميلاد لين فاضل عليه أسبوع، يعني لو خلصت شغلك بدري ولقيت السواق هتلحق ترجع قبل اليوم ده وتحتفل بيها. فمايك استسلم للأمر الواقع بس ساب تهديده وراه. أنا هسافر ماشي، بس لو عرفت إنك لعبت بديلك من ورايا مش هيحصل لك طيب يا هنان. وأول ما خرج شين كلم المساعد بتاعه وأمره يعطل مايك بأي طريقة يخليه يغرق في مشاكل الشغل وما يعرفش يرجع قبل أسبوع، مفهوم؟ ولما مايك سافر كان هيتجنن من كتر المشاكل اللي طلعت في وشه من أول الصفقة، وزعق للمساعد بتاعه. ايه اللي بيحصل ده؟ كل ما نخلص من المشكلة تطلع غيرها. انتوا مش عارفين ان اليوم ده مهم عندي قد ايه؟ جهزولي طيارة هليكوبتر حالا، لازم ارجع البلد النهاردة بأي تمن علشان احترف لين بحبي. لكن مفيش اي طيارة متوفرة لان شين عايز يعطله. ونروح لأبطالنا. شين بيبصلها من تحت لتحت وسألها مش انا مديكي اجازة نص يوم علشان عيد ميلادك، ليه لسه تشتغلي وما ريحتيش؟ فقالت له عيد ميلادي يوم عادي، مفيش حاجة خاصة يعني تستاهل ان انا اخد اجازة، اديني بكمل شغلي احسن. اقدم لكم بطلتنا لين اللي بتعشق المعاناة وبتموت في ضيق تنفس. واول ما خرجت ادى اشارة للمساعد بتاعه علشان يجهز المفاجأة،
وبعد شوية لقت شين جايب مامتها وداخلين عليها. ماما، انت جيتي هنا ازاي؟ يا بنتي، الأستاذ هنان ما بخلش عليا بحاجة. الأدوية المستوردة اللي بيجيبها لي خلتني أحس إني رجعت شباب وصحتي حديد، وبعدين كان لازم أكون معاكي في يوم زي ده. فاتبسطت جدا. بعدها رجعوا البيت وشين كان بيطبخ لها. عزيزتي السنجولة، لو عايزة راجل زي ده أرسلي كلمة حلم أو أحلام على رقم 0 طماطماية خيارتين بصلاية، وخدي أحلى سلطة لأنك مش هتلاقيه. وفجأة مامتها قالت لهم: الله، بصوا كده. ولما لفوا شافوا بلالين كتير بتطير في الهوا، وهي دي مفاجأة شين ليها. قدم لها كتاب معماري نادر جدا، ولين شهقت من الفرحة. ياه، دي النسخة الأصلية اللي بقالي سنين بدور عليها ومش لاقياها. انت عرفتي منين اني هموت واجيب الكتاب ده؟ انا فاكر ومسجل كل كلمة قلتيها حتى لو كانت عابرة. انا عارف انك كنت بتدوري على الكتاب ده. ولين عينيها دمعت من الفرحة. ده احلى واغلى عيد ميلاد عشته في حياتي كلها. شكرا ليك. فابتسم بكل حب لانه قدر يفرحها. والام سابتهم وقامت علشان تريح، وشين فضل معاها لوحدهم. في لحظة صفاء قربت منه وصبت لهم مشروب، فاستغرب. هو انتي مش قلتي انك ما بتشربيش الحاجات دي؟ مش مهم، المرة دي عاوزة اشرب معاك انت بالذات واحتفل بعيد ميلادي. فابتسم وشرب معاها واتمنى لها السعادة والراحة من كل قلبه. وبسبب قوة المشروب لين سكرت، وشين اضطر ياخدها للأوضة. وقبل ما يمشي مسكت ايده بقوة. بلاش تمشي، خليك جنبي. فاتسمر في مكانه، ما قدرش يتحرك. قعد جنبها ودموعه نزلت من فرط المشاعر المكتومة جواه. فحكت له عن الشكوك اللي بدأت تاكل في قلبها. لين كانت دايما خايفة ان الاهتمام ده يطلع وهم، او تصحى تلاقي نفسها كانت عايشة في حلم حلو وخلص بسرعة. كانت مرعوبة ان مشاعره ناحيتها ما تكونش حقيقية، وان كل اللي بيعمله ده مجرد تأدية واجب علشان ملامحها فكرته بحب قديم راح ومرجعش. ففاجأته ببوسة غير متوقعة حبست أنفاسه وزادت من دقات قلبه. كانت هتتعمق أكتر لكنه وقفها. انتي سكرانة، هروح أجيب لك دواء يشيل آثار الثمالة دي. لكنها ما سمحتلوش يمشي وقربت منه أكتر. وفي اللحظة دي تليفون لين رن مكالمة من مايك اللي قال لها: أنا كنت مجهز لك مفاجأة كبيرة قوي في عيد ميلادك يا لين، بس الشغل هنا واخدني عنك ومش عارف أرجع. بجد أنا آسف جدا إني فوتي يوم زي ده. فردت عليه بكل برود: ولا يهمك، ركز انت في شغلك، تصبح على خير. وقفلت المكالمة في وشه بسرعة، ما هو قطع عليها أهم لحظة في حياتها. فقال لنفسه: أنا لازم ألاقي طريقة أخليها تغير فكرتها عني وتشوفني بقلبها بجد. أما لين فكانت بتلوم نفسها على لحظة الضعف اللي عاشتها مع شين. يا ترى هو بيفكر فيها زي دلوقتي؟ أكيد شايفني واحدة مش كويسة. وهو في مكتبه مش قادر يتخطى اللي حصل، حاسس إن قلبه هيخرج من مكانه من كتر الحب. وفي اليوم التاني جوه الشركة شين سأل عليها، فالمساعد قال له إنها خدت أجازة النهاردة. فاستغرب، وبعد شوية نزل لقاها في الحديقة واتمشوا سوا مع بعض وهم متوترين بيفكروا بليلة امبارح. وبنشوف ليسا أخت سوزي خطيبة هنان القديمة واقفة تتفرج عليهم، واتضايقت جدا لما شافتهم مع بعض. فكلمت المستشفى وقالت لهم ينفذوا الخطة. وفجأة وصلت لبطلتنا مكالمة من المستشفى، قالوا لها مامتك تعبانة جدا وحالتها اتدهورت وانتي لازم تيجي بأسرع وقت. فجريت وهي بتموت من الرعب. والدكتور قال لها الحالة خطيرة جدا يا أستاذة، والعملية لازم تتعمل دلوقتي حالا، تكلفتها 600 ألف. فلين اتصدمت من الرقم ده وفضلت تعيط: أجيب المبلغ ده منين يا ربي؟ وشين كان واقف وسامع وشايف كل اللي بيحصل ده، فسابهم ومشي. وبعد دقايق الممرضة دخلت عليهم وقالت لهم إن الحساب اتدفع بالكامل. وبعد شوية الأم طلبت تشوف شين قبل العملية، فقرب منها بكل هدوء: يا ابني اسمح لي أقول لك الكلمتين دول. لين شافت المر وملهاش حد غيري، والله أعلم أنا هعيش ولا أموت بعد العملية دي. فأمانة عليك تفضل جنبها وما تسيبهاش. وبنتها منهارة من العياط جنبها. فقال لها: ما تخافيش يا أمي، لين في عناية الاتنين. ومرت الساعات تقيلة وشين كان جنبها احتواها وحاول يهديها. والحمد لله العملية نجحت. ولين فضلت جنب مامتها وشين كان جنبها هي. حاول يقنعها ترجع البيت وترتاح لكنها رفضت. فشلها بكل هدوء وخدها تنام على كنبة. وعدت ساعات وأيام وشين يعاني، بيعتني بلين ومامتها، بيعتني بحالتهم النفسية والجسدية. وفي اليوم التاني لين بصت له بامتنان وقالت له: أنا بجد مش عارفة من غيرك كان هيحصل لي إيه، شكرا إنك في حياتي. شين كان نايم على الكنبة من كتر التعب، وحلم بكابوس مرعب جدا عن الحادثة القديمة. كان بيصرخ في حلمه: لا يا لين، ما تموتيش، ما تسيبنيش. وصحى من النوم مفزوع، لقاها جنبه وقدام عينيه: أنت كويس؟ حلمت بإيه؟
فبصلها وعينه مليانة دموع وحضنها بكل قوته كأنه بيدفنها جوه ضلوعه، وقرر إنه في الوقت ده مش هسمح لك تضيعي مني تاني. وبعد كام يوم والدة لين بدأت تتحسن، وهم رجعوا البيت وكانت بتجهز هدية لشين اللي واقف يتأملها وهي بتعاني ومش عارفة تركب القطع. فابتسم: محتاجة أي مساعدة؟ فابتسمت له: دي حاجة بسيطة، هدية من خشب الصندل، أنا كنت عاوزة أعمل لك سبرايز بس حاسة إني بوظتها شوية. فشين قرب منها وشم الريحة وقال لها بابتسامة جميلة: الله، ريحتها حلوة قوي. أيوة أيوة، أنا اخترتها علشان كده، بس أنا مش قصدي على الهدية، أنا قصدي على ريحتك انتي. يا صايع يا لعوب انت. فقال لها: كأنك بتبني لي بيت. فضحكت وفهمت قصده وركبوا باقي القطع مع بعض. فقال لها: هي دي حياتي، قصده إن حياته بتكمل بيها، هي القطعة اللي هتكمله. فقال لها: دي أغلى هدية في حياتي، أنا بكرة هشوف حد يبني بيتنا الحقيقي، وأنا هحقق لك كل أحلامك، هبني لك البيت اللي كنت بتحلمي بيه وانت صغيرة. فحضنته بكل حب لأنه ألطف راجل على الكوكب. والله. بعدها كانوا قاعدين في الحديقة وسألته: أنت بجد هتبني لي بيت؟ طبعا. وفجأة التلج نزل وهي كانت مبسوطة جدا، بس التلج ده فكره باليوم المشؤوم، فترعب وحضنها بقوة. وهي ابتسمت، فكرته خايف عليها من البرد، فقالت له: انت عارف ان البنات وهم صغيرين بيحبوا يلعبوا بالعرايس والباربي، بس انا كان نفسي اجيب النجوم البعيدة دي، كنت دايما احلم ان انا امسكها، ودلوقتي انا شايفة النجوم دي كلها في عينيك. لين بصت جوه عينه وقالت له: انا لسه حالا واخدة بالي ان النجوم جميلة فعلا، بس الاجمل هو الشخص اللي قاعد بيشاركني اللحظة دي وبيشوفها معايا، وكأن النجوم دي دخلت جوه عينيه. فشين بصلها بنظرة كلها عشق، وكأنه مش مصدق انها اخيرا بدأت تفتح قلبها ليه، وحاولت توصل له كل مشاعرها وهو استقبلها بكل حب. وفي اليوم التاني كانت في الشركة الموظفين كانوا واقفين بيهمسوا لبعض وهما باصين في موبايلاتهم. ايه جتها اهي، دي هي بذات نفسها. يا نهار ابيض، دي بجحة قوي، لسه ليها عين تيجي الشركة بعد الفضيحة دي؟ دي واحدة ما عندهاش دم. الخبر كان زي النار في الهشيم. في بوست نزل على الويبو فضح علاقة أبطالنا، وإن لين بنت مش كويسة بتتلاعب بمايك وعمه، وشين بقى ترند الصين في ثواني. فالمساعد دخل عليه: يا شين بيه، الحقنا، البوست ده من أول ما نزل قلب الدنيا، وبقى ترند رقم 1 في الصين كلها، وأسهم الشركة نزلت للأرض، خسرت أكتر من 10% من قيمتها في دقايق، وأعضاء مجلس الإدارة قلبين الدنيا ومستنيين تفسير من حضرتك، هنعمل إيه؟ وشين بكل برود وثبات انفعالي مسك التليفون وطلب اسم العلاقات العامة: أنا جوان هنان، حالا الترند ده يتمسح، وأي بوست له علاقة بالموضوع ده يختفي من على الوجود، مفهوم؟ ولا هتترحموا على نفسكم وأقفل لكم الشركة بتاعتكم. وبعد ما قفل بص للمساعد بتاعه بعينين زي الصقر وقال له: روح حالا واعرف لي مين القرد اللي بيحرك الخيوط دي من ورا الستاير، عاوزه يقع تحت ايدي، مفهوم؟ والبطل لف لبطلتنا اللي كانت واقفة قلقانة وقال لها: انت تعبتي الفترة اللي فاتت دي كلها، ايه رأيك تاخدي اجازة لكام يوم تريحي فيهم؟ وليل استغربت وسألته: اجازة؟ ليه، هي في حاجة حصلت؟ وشين حاول يداري القلق وقال لها: اصل مايك شغال على مشروع لونج تشينج، والمشروع فيه شوية مشاكل هو حلها ما شاء الله عليه، ولو الأمور فضلت كده هيرجع ويمسك منصبه في المقر الرئيسي هنا، وعلشان كده أنا حابب أرتب أموري وأصفي كل المشاكل اللي حواليا. وفجأة وصلت له مكالمة من مايك طلب يتكلم معاه في موضوع مهم. فشين ابتسم بثقة كأنه مستني المكالمة دي، وبعد شوية نزل قبله. فمايك قال له: اللي حصل امبارح ده ما كانش صدفة يا عمي، الموضوع ده أبويا اللي وراه، أنا متأكد، هو اللي فضح العلاقة اللي بينكم، هو اللي فضح كل حاجة، وهو اللي منزل البوست ده. فشين اتعصب جدا، بينما لين كانت في البيت وشافت رسمة جديدة ليها واستغربت: مين اللي رسمها؟ لو مايك اللي بيرسمها على طول فهو مسافر برا دلوقتي، يبقى الرسمة دي مين اللي رسمها؟ وفجأة وصلت لها مكالمة من رقم غريب مشفر صوته وقال لها: حادثة العربية قبل 10 سنين، هناك كان المفروض يموت وقتها مش سوزان، بس هو خبى الحقيقة دي وسابها تموت وهو هرب من العربية. فاترعبت وحاولت تتصل على شين وتفهم منه اللي كان واقف أصلا بيبص عليها من بعيد، ووصلت له رسالة من رقم غريب بيقول له إنه قدر يعرف نقطة ضعفه. لين هي نقطة ضعفك؟ يا ترى انت عايزها تبقى نسخة سوزان التانية بتودع الحياة زيها؟ فخرج بسرعة وأمر رجالته يحموا لين لأنه في حد بيراقبها، وعلشان يحميها ويبعد عنها أي حد يحاول يأذيها. الشك زرع جذوره جواها: يا ترى انت مخبي عني ايه يا هنان؟ إيه اللي حصل لك من 10 سنين وغيرك كده؟ وفي اليوم تاني لين خدت بالها انه في حد بيراقبها وحاولت تهرب منهم، بس في بنت
طلعت في وشها وحاولت تساعدها، وبنعرف من المساعد إن دي نايون بنت عيلة وين لسه راجعة من السفر. وهفاجئكم بقى بمعلومة تانية، تبقى خطيبة مايك اللي أهله عايزينه يتجوزها. قربت من لين في حفلة نقابة المهندسين، ودخلوا الكافيه مع بعض وتعرفوا على بعض أكتر. ولفت نظر نايون الكتاب اللي مع لين، وقالت لها ده كتاب نادر جدا عن العمارة القوطية، انتي جبتيه منين؟ ده هدية من صديق عزيز على قلبي بمناسبة عيد ميلادي. نظرة نايون اتغيرت، وواضح ان وراها إن وكأن. وشين كان بيراقب كل حاجة من بعيد ومستغرب رجوع نايون للبلد في الوقت ده. ونشوف أعضاء مجلس الإدارة عاملين ميتنج وهم متعصبين ومتجمعين حوالين تيانكو، وواحد منهم بدأ يزعق، ايه اللي بيحصل ده؟ الشركة سيرتها بقت على كل لسان بسبب فضايحك وخروجك مع الستات، الأسهم نزلت للأرض، انت لازم تدينا تفسير حالا. وواحد تاني يكمل بسخرية، انت غبت عننا 10 سنين في غيبوبة وشكلك نسيت ازاي تدير الشركة، سيب المكان ده لغيرك بدل ما تغرقنا معاك. فالحربوق بص لشين بتحدي، لأنه هو اللي ولع الدنيا دي كلها، كان شايل الشركة دي بقاله 10 سنين ومش قادر يتحمل فكرة إن شين رجع تاني الشركة وبدأ يشوف شغله، والشركاء بيثقوا فيه جدا وبكلمة منه الكل هيمشي وراه. فشين رد عليهم بكل برود وثقة، في الحفلة السنوية للشركة هرد على كل الأسئلة دي وأصف الحسابات قدام الكل، ولو ما جاوبتش على أسئلتكم وإديتكم الحلول وسمعتكم اتأثرت بسببي، ساعتها هتحمل المسؤولية وأقدم استقالتي، فاستنوني لحد الحفلة السنوية. وبنعرف إن القذر تيانكو اتفق مع الموظفين علشان يضغطوا عليه وشين يتخانق ويسيب له الشركة. وفجأة مايك دخل عليهم وزعق لأبوه علشان هو سبب كل الفضايح اللي حصلت دي، فالأب اتضايق وضربه وهزقه كمان. لكن مايك كل اللي عايزه إنه يبعد لين عن أبوه، وهدده لو لمست لين أو جيت جنبها مش هرحمك صدقني. فالأب ضحك بشر وقال لنفسه ماشي يا لين، بعد ما أخلص على هونان هيجي دورك يا حبيبتي. وفي الكافيه لين كانت قاعدة مع صاحبتها بقالها 3 أيام ما بتكلمش شين، وصاحبتها كانت بتسخنها وتقول لها يا بنتي انتي وهو في بيت واحد ومش عارفين تتكلموا، أكيد في حاجة غلط. تلاقيه دلوقتي نسى الأيام الحلوة اللي كانت بينكم وبقى مع واحدة تانية غيرك، أصل مش معقولة دول 3 أيام من غير لا سلام ولا كلام. الرجالة كده كلهم صنف واحد، كلاب، أول ما يوصلوا للي عايزينه ما يعرفوش حد. وفجأة صاحبتها ورتها صورة معمولة بالاي اي تقريبا، وقالت لها شوفي بيقولوا ان دي حبيبة هنان الجديدة وقاعدين مع بعض في المطعم ولايقين على بعض جدا مش كده؟ فلين حست بنغزة في قلبها والفار بدأ يلعب في عبها. رجعت البيت استنته يرجع من شغله، وأول ما دخل ندهت عليه علشان ياكلوا سوا مع بعض. فقرب منها، قال اللي هيحصل في الدنيا القيامة هتقوم ولا ايه؟ أنا مش متعود على اللطافة دي. فاتقمصت، قصدك ايه يعني؟ شايف بنتنا جعفر ولا ايه؟ قرب منها وابتسم بخباثة القذر الوسيم لما شاف ملامحها مقلوبة. في واحدة هنا بتموت من كتر الغيرة علشان اتعشيت برا البيت مش كده؟ فلين لوت بوزها أكتر، وانا هغير ليه اصلا؟ ان شاء الله تتغدى مع ملك الجمال العالم، انت حر، دي حياتك الخاصة. فقرب كوباية اللبن منها علشان يصلحها. على فكرة اللي كانت معايا دي مديرة شركة تيا نونج، مجرد شغل والله ومفيش بيني وبينها اي مشاعر شخصية، وانت بتشرح لي كل ده ليه؟ انا مالي اصلا. فقرب وركع قدامها بكل هدوء، بشرح لك علشان مش عاوزك تفهميني غلط، انا مش مستحمل اشوفك زعلانة او شايلة هم بسبب حد غريب، كل اللي عايزه انك تضحكي وتكوني مبسوطة وبس. انا عارف اني انشغلت عنك الايام اللي فاتت بسبب ترتيبات حفلة الشركة السنوية، حقك عليا يا لين. فحست بقلبها يدق من فرط الحب، فقالت له في اي مشكلة واجهتك احكيلي، بلاش تخبي عليا، خلينا نواجه كل حاجة سوا مع بعض، لاني بجد بزعل لما بحس انك مداري عني حاجة. فابتسم لها بكل حب وقال في سره الحقيقة مرة يا لين، وخايف لما السر يتكشف تضايق مني، بس بتمنى وقتها تكوني قوية وقادرة تواجهي العالم. بعدها بنشوف نايون بتبص لها بكل غل وبابتسامة شريرة، ومشيت علشان تخطط تدمرها. وقابلت مايك في وشها، انتي ايه اللي رجعك الصين دلوقتي؟ وبتقربي من لين ليه؟ ناوية على ايه؟ فقربت منه بكل سهوكة، جرائية مايك يا حبيبي، ده انا خطيبتك، مش المفروض تفرح اني رجعت وتحضني؟ انت خطيبتي بالاسم بس علشان مصلحة العيلتين، وانا قايلك 100 مرة اني مش هتجوزك. مش بمزاجك يا بيبي، طول ما شركتنا وشراكتنا موجودة انت بتاعي انا، وبقولك اهو. فزقها بكل قوة، ابعدي عن لين انا بحذرك. فاتعصبت، انا مش فاهمة البنت دي سحرة لهم ولا ايه؟ لين 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 دي لازم تتدمر. انت ليه يا مايك؟
وهنان ده ذكرى لأختي سوزان، محدش هياخد مكانها. وجت ليلة الحفلة السنوية، الأضواء ساطعة والمعازيم حاضرين، وشين جاب لحبيبة القلب الفساتين من كل الأنواع والأشكال وأغلى البراندات وسابها تجهز. وبعد شوية نزلت الحفلة وكانت زي القمر، خطفت الأنظار بطلتها الفخمة. مايك خدها على جنب وقال لها الحفلة دي هتبقى مولعة بين أبويا وعمي، فالأحسن تمشي من هنا، مش عايز حد فيهم يجيب سيرتك ويدخلك في مشاكلهم. وقبل ما تستفسر عن اللي بيحصل، الأب تيانكو طلع على المسرح وبدأ يرحب بالناس بابتسامة صفرة. منورين يا جماعة، السنة دي كانت سنة مليئة بالنجاحات، وعندي لكم خبر يفرح. أخويا جوان هونان فاق من الغيبوبة ورجع لنا بالسلامة. فالناس بدأوا يتهامسوا مع بعض، بس الأب كمل بلهجة مسمومة. بس للأسف هونان بعد ما فاق عمل تصرفات مش تمام وما تليقش باسم عيلتنا وشركتنا، وعشان كده أنا ومجلس الإدارة قررنا نسحب منه كل صلاحياته في الشركة، وأملاكه هتفضل تحت إدارتي علشان أحمي سمعة المجموعة كلها وشغلكم كمان. وجه الكلام ده لأخوه بتحدي: سيب الشغل اللي بيفهم يا هنان يا أخويا وارتاح انت في كرسيك. والمفاجأة الصاعقة رجوع الملك. فجأة الأضواء كلها اتسلطت على هنان، اللي دخل بكل ثبات وقوة ومشي لحد المسرح لأنه واثق الخطوة يمشي ملكا. القاعة كلها سكتت وصدمة الأب كانت لا توصف. مسك المايك وبص لأخوه بصة زلزلت كيانه: عاش يا أخويا، برافو، بقالك 10 سنين بتدير أملاكي وحياتي كأنها ورث أبوك. 10 سنين وأنا غايب عن الدنيا وأنت بتنهش في اللي ورايا واللي قدامي. وبص للجمهور والمساهمين وقال بابتسامة نصر: أنا جيت النهاردة مش علشان أحتفل، أنا جيت علشان أخد حقي اللي اتسرق، جيت أخد حقي وحق الناس اللي اتظلمت معايا. من اللحظة دي اللعبة انتهت يا تيانكو. شين وقف بكل شموخ قدام أخوه اللي كان بيحاول يرمي عليه تهم الفشل وإنه بيوسخ سمعة العيلة وإنه في علاقة بينه وبين وحاجات زي دي. فبصله وقال له: مشاكل الشخصية دي تخصني أنا ومحدش ليه حاجة عندي، أما بخصوص الشركة فأنا فعلا بدأت شراكة مع مجموعة تيان نونج، والأسهم دلوقتي بدأت تترفع للسما، وأظن السادة المساهمين شايفين ده بعينيهم. فتيانكو وشه جاب ألوان وفضل يزعق: أنت فاكر الكلمتين دول هيخيلوا علينا؟ والمساعد طلع سجلات وملفات قلبت القاعة كلها. الورق ده فيه إثباتات إنك على مدار ال10 سنين زورت وسرقت أملاك الرئيس هونان. فشين استلم المايك وبدأ يقول لهم: والأدهى من كده يا جماعة إنك أنت اللي دبرت حادثة سوزان خطيبتي من 10 سنين علشان تخلص مني، بس هي اللي راحت ضحية غدرك وطمعك وجشعك. الصدمة مرسومة على وش الجميع، والقذر كان عايز يهرب لكن الشرطة دخلت الحفلة وكلبشته، فبدأ يصرخ ويزعق: دي مؤامرة، سيبوني في حالي، هو اللي مدبر كل حاجة. وشين اتنفس براحة وأخيرا خد حقه وحق عيلته وحق سوزان المسكينة وأنقذ لين من شره. كل واحد لازم يدفع تمن غلطه. فلف للناس وقال لهم بكل ثقة: من النهاردة أنا اللي هدير مجموعة جوان، والمكافآت السنوية هتنزل للكل بشكل مضاعف. فالموظفين اتبسطوا جدا وبدأوا يرقصوا، وشين كان بيرقص مع لين بكل هدوء وقال لها: أنا حليت المشاكل دي كلها علشانك يا لين، دلوقتي مفيش أي حاجة هتضايقك وهحميكي بقلبي وروحي للأبد. أنا جيت الدنيا دي علشانك انتي بس. فاتوترت: طيب وسوزان مش هي ماتت بسببك؟ هتفضل عايش تتألم وشايل ذنبها؟ فحضنها وقرب أكتر منها: أنا هقولك على سر جديد، كل الرسومات اللي في مذكراتي دي كانت ليكي انتي، أنا بحبك. وحاول يوصل لها مشاعره كلها وسط القاعة والعالم والناس. ورجعوا البيت وعاشوا ليلة جامحة مليئة بالحب والفراشات. وغمضوا عينيكم يا سنجولات عشان ما تقولوليش دورنا امتى يا نور. وفي اليوم التاني لين كانت مبسوطة وسعيدة من ليلة امبارح، ولقت النوت بتاعته ففتحتها واستغربت انه كاتب كل الأحداث اللي حصلت معاهم، وتاريخ 24/12/2035، الوفاة في ليلة شديدة التلج. بدأت تربط الأحداث في دماغها: مرض مامتها ونجاحها حتى كلام مايك ليها، كل حاجة كانت بتحصل بالملي زي ما هو كاتب بالتاريخ والساعة والثانية. فقالت برعب: يعني حياتي كلها مترتبة؟ هونان بيضحك عليا؟ فالهبلة قابلت نايون وحكت لها عن اللي حصل، والتانية بخت السم في ودنها: انتي لسه مش فاهمة؟ هونان يبقى خطيب أختي سوزان القديم، وكانوا هيتجوزوا من 10 سنين، هو بس بيستخدمك علشان يكسر مايك ويبني مملكته الخاصة. انتي مجرد أداة ليه للأسف، هو مش عايزك، هو بس بينتقم من أخوه ومايك ابنه.
فلين اتقهرت ودموعها نزلت، حست انها عبيطة ومغفلة ومختومة على قفاها، فراحت لشين وهي منهارة وواجهته. انت كنت بتخطط لكل ده؟ كنت بتربيني علشان اكون نسخة تانية من سوزان؟ انت كنت عاملني اداة علشان تنتقم من اللي بيضايقوك مش كده؟ شين بدأ يعيط هو كمان وحاول يمسك ايديها. والله يا لين انت اهم من كل ده، بس في حاجات مش قادرة اقولها لك. لا انا عايزاك تقولها لي، قولي الحقيقة، انت مين وايه علاقتك بمايك؟ فرفض يقول لها حاجة وهي اتضايقت اكتر. تمام، هسيبك مع اسرارك اللي ما بتخلصش، ومن النهارده مش عايزة اشوفك تاني، كل اللي بينا انتهى. فخرجت وهو جري وراها وحاول يوقفها علشان ما تسيبهوش، وانهار قدامها. انت فاكرة اني فرحان اني هنان؟ انا قلبي بيتقطع كل ما بشوفك، انا بكره نفسي وبكره اني اذيتك. وفي اللحظة دي قرر يكشف لها كل الاسرار والالغاز، وقال لها انا مش من العالم ده يا لين، في عالم تاني انا اللي كنت السبب في موتك. في يوم 24 ديسمبر 2035، ليلة نزول التلج، انت رميتي نفسك من البلكونة بسببي، ومتي بين ايديا وانا عاجز اني اعمل لك حاجة، ما قدرتش انقذك، ما قدرتش احتويكي. فلين قربت منه وهي مرعوبة. حبيبي انت بتقول ايه؟ ارجوك ما تخوفنيش. فكمل كلامه بدموعه. انا مش هونان الحقيقي، هونان مات من 10 سنين في الحادثة. انا جوان شين، انا النسخة اللي جت من المستقبل علشان تكفر عن ذنبها. انا اللي ظلمتك زمان وجيت النهاردة علشان احميكي من نفسي ومن قدري. انا عملت كل ده علشان اشوف ضحكتك اللي حرمتي نفسي منها وخسرتها. انا جوان شين يا لين، مش عمي هونان. وفجأة مايك قرب منهم. قصدك انت نسختي من المستقبل؟ ايوه انا نسختك الحقيرة اللي استغلت لين ودمرت حياتها لحد ما موتت نفسها وخسرتها. فمايك صرخ وهو مش مصدق. كذب، انت اكيد مجنون. ازاي انت نسختي بتاعت المستقبل؟ ده اكيد حلم. يا ريتني كنت بحلم، بس انا ما توقعتش اني هرجع بالزمن ده علشان اصلح غلطتي. انا جيت احميكي، جيت علشان احبك بطريقة صح. ولين كانت هتتجنن من التفاصيل دي، حاسة نفسها بتغرق في دوامة، فسابتهم ومشيت. ومايك كان عايز يجري وراها ويحتويها، لكن شين وقفه. سيبها براحتها، هي دلوقتي مش طايقة تشوف وشي، وفي حاجات كتير محتاجة وقت علشان تستوعبها وتتقبلها. وبالليل النسختين كانوا قاعدين مع بعض، فمايك قال له يعني بجد أنا في المستقبل هبقى بالقذارة والحقارة دي؟ فرد عليه بسخرية. انت كنت قذر فعلا في المستقبل، بس لما شفتك دلوقتي بقلبك الابيض ده ونيتك الصافية اللي لسه الدنيا ما وسختهاش، حسيت ان كل اللي عملته والرحلة اللي رجعتها دي كانت تستاهل، وتستاهل قوي كمان. وفي اليوم تاني لين لمت هدومها وكانت ماشية وهو مش قادر يمنعها لأنه عارف إنها مكسورة. فقالت له يا هونان، ولا أقولك يا جوان شين، أنت كنت بتتسلى بيا صح؟ كنت فرحان وانت بتلعب بمشاعري، عمال تقول لي هحميكي وهخلي ايامك كلها سعاده. هو انت سالتني انا عاوزه ده ولا لا؟ عاوزه اكون سعيده ولا لا؟ انت كنت بتعمل كل ده علشان تريح ضميرك انت وخلاص. كنت بتتفرج عليا وانا بقع في فخ الاحلام اللي انت رسمها لي، كنت فخور بنفسك قوي وانت بتضحك على واحده غلبانه صدقتك ووثقت بيك. بس اقول ايه، انا اللي غبيه، غبيه اللي صدقت واحد كداب زيك. فالاحسن ابعد عني، مش عاوزه اشوف وشك تاني. فحاول يوقفها وهو بيموت من الوجع. بس أنا آسف يا لين، وكنتش أعرف إن حبي ليكي هيوجعك أوي كده. لو ده اختيارك أنا هحترمه ومش هظهر في حياتك تاني. ودعته بابتسامة مليانة سخرية ووجع، ورمت الهدية اللي جابها لها على الأرض، وخرجت من بيته وحياته. وبعد كام يوم الأم كانت خارجة من المستشفى وفرحانة إنها خفت خلاص، وسألت لين هو هونان فين يا بنتي؟ مش معقولة إنه أغلى إنسان في حياتنا يعرف إني خرجت من المستشفى وما يجيش يبارك لي. ده أنقذ حياتي يا لين، لسه ملحقتش أشكره. مش هيجي يا ماما، خلاص هو مش هيجي تاني. فالأم استغربت طبعا. ليه يا بنتي، هو انتوا متخانقين ولا ايه؟ ده يا عيني طول الفترة اللي فاتت ما كانش بيسيبني، كان بيجيب لي أكبر دكاترة استشاريين وبيتابعوا حالتي لحظة بلحظة، وكان بيغرقني هدايا ومقويات. لولا رعايته واهتمامه بيا ما كنتش قمت على رجلي بالسرعة دي. فليلى اتفاجئت بالكلام ده، ومامتها كملت كلامها. على فكرة هو كان بيجي كتير في الأيام اللي فاتت، كان بيستنى لما تخرجي وبيجي يسألني عليكي ويطمن. أنا كنت فاكرة إنه مشغول، بس دلوقتي فهمت، هو كان بيتهرب علشان ما يضايقكيش بوجوده. فمسكت إيد بنتها وقالت لها يا لين يا حبيبتي، الدنيا دي قليل لما تلاقي فيها حد بيحبك بجد ويصونك كده، مهما كان اللي عمله ومهما كانت المشاكل اللي بينكم. اديله فرصة تانية يا بنتي علشان خاطرك انتي قبل أي حد، بلاش تضيعيه من إيديكي وترجعي تندمي في وقت لا ينفع فيه الندم. وهي قاعدة بره الأوضة مايك قرب منها وطلع علبة فيها شوربة جمبري، وقال لها جبتلك الشوربة اللي انتي بتحبيها ومن غير ملح زي ما تطلبيها يا ستي.
فلين بصت له باستغراب. انت جاي ليه؟ فقال لها المهندس العالمي مستر نينج عاوز يقابلك، شاف شغلك ومعجب بيه جدا. فلين ما كانتش مصدقه اللي بتسمعه ده. بجد؟ ده مهندس معماري عبقري جدا ومحدش بيعرف يوصله لأنه مشغول، ازاي قدرت توصله؟ ولما خرجوا مع بعض شكرته لأن طول عمرها كانت تتمنى تقابل المهندس ده، ومايك حقق لها حلمها. فابتسم وقال لها علشان انت شاطرة وتستاهلي كل الخير. فلين شكرته بس لاحظت حاجة غريبة. انت ما بقتش زي الأول يا مايك، بقيت هادي وراسي، التهور والعصبية اللي كانوا فيك راحوا فين؟ فبص بالأرض وقال لها في حد علمني إن الحب مش امتلاك، الحب انك تفتح للي بتحبه طاقة نور يشوف فيها الدنيا، مش انك تخنقه وتخليه يعيش في ضلمة واكتئاب. قصده على شين هو اللي علمه كل ده علشان ما يبقاش نسخة قذرة في المستقبل. وبعدها لين فضلت لوحدها بتشرب علشان تنسى الوجع اللي بياكل في قلبها ده. انا المفروض اواجهك في ايه يا شين؟ لو كنت عارفة ان دي النهاية ما كنتش ضغطت عليك علشان اعرف السر ده، وكنت كملت معاك العمر كله. وهو قاعد حاسس ان حيطان القصر دي بتخنقه من كتر ما قلبه مخنوق، حالتهم منيله في 60 نيله، ده يخرب بيت الحب وسنينه. فقال لمايك طالما هي مش عايزاني خليك انت جنبها، لان في الاول والاخر انا من عالم تاني جيت في مهمه وفشلت فيها لاني اذيتها مره تانية. فمايك اعترف له انه بيحب لين واتغير علشانها، ولو هي وافقت ترتبط بيه هيرتبطوا من غير اي تفكير في شين اللي كتم دموعه اكتر وقال له عيشوا بسعاده للابد. وفي اليوم التاني نايون هجمت على لين زي المجنونة. انتي ايه اللي جابك هنا يا حيوانة؟ مايك خطيبي انا، انتي لازقة فيه ليه؟ فلين حاولت تهديها. والله احنا مجرد صحاب وعندنا شغل مع بعض. صحاب؟ ده رفض الجواز مني علشانك، ده عمل المستحيل علشان خاطرك، انتي واحدة ما بتحسيش يا لين. اللي انسحبت وهي مكسورة وقررت تبعد تماما عن الكل علشان تريح دماغها. بس القدر كان ليه رأي تاني، الحربوقة زقتها من على السلم وشين حاول يمسكها بسرعة وينقذها كمان، والحمد لله قدر يمسكها، بس كان مخضوض وقلبه بيدق بسرعة. حضنها علشان يطمن قلبه اللي اتخلع من مكانه ده، وبعدها خدها الأوضة يطمن عليها على جسمها وإيديها ووشها إذا كان جرالها حاجة، وهي تسأل نفسها أنا كنت مجرد وسيلة ليه علشان ينتقم، فليه بيضحي بحياته علشاني على طول؟ فقال لها أنت أكيد بتتوجعي دلوقتي، حاولي تنامي وترتاحي شوية. وقبل ما يمشي مسكت إيده ووسته وهو استغرب واتصدم، دايما تفاجئوا بالحركة دي وتضيع علوم على رأي اخواتنا السعوديين. فقالت له طول أيام فراقنا دي أنت ما رحتش عن بالي، دايما كنت بفكر فيك ومش مهم أنت مين، جوان شين ولا هونان ولا مايك ولا بطيخ، أنا حبيت الروح اللي جواك، الروح الصادقة اللي حاربت الدنيا علشان تحميني. وحضنته. الماضي ده ما كانش غلطتك ولا غلطتي، فأرجوك يا شين ارمي كل الوجع ده ورا ظهرك وخلينا نعيش اللي فاضل من عمرنا سوا مع بعض. فابتسم بحبه وحضنها بقوة أكبر وإداها الهدية اللي كانت رمتها في وشه من كام يوم. وبعدها رجالته جابوله نايون ورموها تحت رجليه. ازاي تجرأت تأذيها؟ فبصت له بكل غرور. وايه يعني لما اذيها؟ دي بنت ملزقه وانت جوز اختي، ما ينفعش تبقى لحد تاني غير سوزان. فشين جاب اخره منها. ما تقوليليش جوز اختي تاني، انا ما بقتش جوزها، وسوزان ماتت خلاص، وانتي النهارده هتدفعي تمن محاولتك لأذية لين، خدوها من هنا. وبالليل رجع البيت وحضنها كأنها هي بيته الحقيقي الدافئ اللي بيرجع له على طول، مش عايز يضيع أي ثانية من غير ما يهتم بيها ويحتويها ويكفر عن ذنبه اللي عمله في المستقبل. بس المصيبة إن تيانكو هرب من السجن وجاي متعصب وشايط وبدأ يخطط مع الحزمونة مراته إزاي يكسروا شين وينتقموا منه. فقالت له لو عايز تكسره استخدم نقطة ضعفه اللي هي لين، دمرها قدام عينيه وساعتها هتلاقيه مات وحصلها والجو كله يخلالك يا بيبي. فعجبته الفكرة جدا. وفي اليوم التاني مايك خدها معاه يعمل لها مفاجأة ووقفها وسط الورود والأضواء واعترف لها كل مشاعره وعرض عليها الجواز، لكنها رفضته بكل هدوء وأدب وقالت له مش هينفع لأننا وشين رجعنا لبعض، فخلينا أصدقاء زي ما احنا يا مايك وبلاش نضايق بعض بحاجات تفرق بينا. ومايك كان متفاهم جدا مشاعرها ورفضها وسابها تختار حياتها وهو بارك لها بكل حب. وهي نازلة الشارع اتخطفت لأنها بومة وودوها لمكان مهجور. وتيانكو اتصل على شين من تليفونها هي اللي أول ما فتح المكالمة وشه اصفر واخضر وجاب ألوان، والحقير قال له لو عاوزها تعيش تيجي لوحدك وتخلص على نفسك قدامها، عاوزك تموت قدام عين الست اللي انت حبتها. فشين راح من غير أي تفكير ومايك لحقه، وأول ما وصلوا الحقير رمى عليها بنزين وقال له لو عايزها خد السكين دي وخلص على نفسك قدامها، وقال لها ولع فيها.
وطبعا شين ما استناش يعد 1 2، خد الآلة الحادة دي ولين كانت بتشاور له وهي بتعيط علشان ما يعملش حاجة في نفسه. بس فجأة مايك وقفه وحاول يمنع أبوه. يا بابا أرجوك كفاية كده. فقال لهم 10 سنين والمال والسلطة والشركات دي تحت إيدي، وفي الآخر رجع من المرض وعاوز ياخد مني كل حاجة. شين لازم يموت. فلين قدرت تهرب منه وتروح لعند شين اللي مسك تيان كو وإداله علقة موت، خلت مايك ولين مصدومين من قوته، وطبعا طلبوا له البوليس. وبعد شهر بنشوف لين مبسوطة بالجايزة اللي خدتها كأفضل مهندسة معمارية، وشين كان بيبص لها بكل فخر. قرب منها ومسك إيديها، والمرة دي ما كانش خايف من المستقبل ولا ندمان على الماضي. بص في عينيها وقال لها أخيرا هقدر أحبك في النور وقدام الناس كلها من غير أي كذب، لأن الحب الصادق يا أصحاب يقدر يغير القدر ويمحي وجع السنين ويبني بيت جديد ملوش علاقة بالماضي، بيت مليان حب ودفء واحتواء. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا. دمتم بخير.